بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبي وشفيعي رسول الله محمد. فيديو النهارده جميل وطويل ويستاهل الفرجة، يستاهل ان انتي تضيعي وقتك عليه وتشوفيه، بجد جميل جدا وهتستفيدي منه جدا. هنعمل كيكة اسفنجية خطيرة وهنعمل منها حاجات كتير قوي قوي، تورته وسرو وحاجات كتير قوي، وبيضة واحدة بس. انا جبت معايا كوبايه من السكر، عليها كوبايه من اللبن، عليها 3 معالق من الكاكاو الخام، كاكاو خام فرنساوي، وهضربهم كويس جدا مع بعض في الخلاط لحد ما السكر يدوب معايا تماما. وبعد ما السكر يدوب معايا اضربي كويس جدا، كل ما تضربي كويس جدا كل ما العجينه هتطلع معاكي هشه وجميله. هشيل شويه منهم، حوالي نص كوبايه كده، دي هنسقي بيها بقى الحاجات اللي هنعملها. بيضه واحده بس، وهروح جايه حاطه البيضه في الخلاط على الخليط اللي باقي، اللي هو بقية السكر على اللبن على الكاكاو. تمام. هنحط طبعا فانيليا طالما حطينا بيض علشان ريحة الزفارة. ومعايا نص كوباية من الزيت، زيت يكون نوع كويس، بلاش زيت يكون من الانواع بتاعت القلية والحاجات دي، زيت يكون كويس عشان ما يعملش ريحة في الكيكة. وواحد بيكنج باودر وواحد فانيليا بس كده. يبقى معايا المكونات سهلة جدا وبسيطة، وهكتبها لك في اول كومنت معايا. ببيضة واحدة بس هتعملي احلى تورته، اللهم بارك. بألف هنا وشفا. هنعمل سرو النهاردة، احنا بطلنا النهاردة مش التورته، السرو. بس انا كنت عاملة كذا حاجة معاكم فوريت، هي المقادير هي واحدة في الكيكة. الكيكة اللي انا بشتغل بيها هي واحدة بس. حطيت نص كوباية من الزيت، يبقى انا كده حطيت كوباية من السكر، كوباية من اللبن، نص كوباية من الزيت، واحد فانيليا، واحد بودر، بيضة واحدة فقط، وكوبايتين من الدقيق. انا بقى هكتب لك المقادير دي معايا كويس جدا. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبي وشفيعي رسول الله محمد. يا ريت لو عجبكم ما تنسونيش، ببيضه واحده بس هتعملي احلى تورته واحلى فروق واحلى جاتوه واحلى كل حلويات. اللهم بارك. خطيره. انا زودت شويه من الخليط اللي انا كنت واخداه عشان حسيت ان هي تقلت معايا سيكه، فهو دوت اللي عمل اللون البني في الخلاط، كله في الخلاط. اول واحده هنا دي انا هعملها تورته، واكيد انتوا شفتها في فيديوهات تانية قبل كده، انا كنت منزلها التورته ماشي، بس الفيديو كان جوه بعض لاني عملت كذا واحده وكلهم كانوا تصوير واحد. دي بقى مش بطلتنا النهارده، ولا دي اللي احنا عايزينها خالص، احنا هنعمل حاجه النهارده تانية خالص. هي دي بقى بطلتنا النهارده. بطلتنا النهارده الكيكه الجميله دي، هنعمل منها احلى سرو، احلى سرو بجد. هتاكلي صوابعك ورو، وهتنفع اللانش بوكس، وينفع تحطيه في التلاجة. بعمله في العلب واحطه في التلاجة، اي ضيوف جاتلك مع شوية كوباية شاي، حاجة ساقعة، عصير، هتقدميه وهتشرفي نفسك وجميل وبألف هنا وشفا. النهاردة بقى بالكيكاية دي هعمل كمية من السرو هتستغربيها. الكيكاية دي بنفس الجير، بس الفرق ان احنا محطيناش فيها كيكاية، ببيضة واحدة بس، عليها كوباية لبن، عليها كوباية سكر، عليها كوبايتين من الدقيق، واحد بودر، واحد فانيليا، نص كوباية من الزيت بس كده. طلعت معانا ما شاء الله اللهم بارك، خطيرة برضو. قسمناها بقى، لو عندك ورق زبده بتحطيها عليه كده زيت بالظبط. صرفي نفسك بقى. انا في الورق زبده كنت مفكره ان في عندي، فطبعا ستي يعني مش هينفع ان احنا ما شاء الله. رحت جايبه ورق ده من نوع عندي، رحت جايبه حطيت كنين، وزي ما انتم شايفين ده بالظبط. حطيت كريمه ما بتاخدش كميه كتيره، يا دوبك كريمه بسيطه جدا، طبقه واحده خفيفه. وهجيب بقى معلقه من المربى دي برضو انا اللي بعملها في البيت، وعاملاها معاكم الطريقه عندي في القناه، وهعملها لكم تاني. جبت بقى المربى كده زي ما انتوا شايفين، معلقه بسيطه خالص، وحطيتها فوق الكريم. واهم بقى مكون معايا النهارده بطل حكايتنا هو الموز. الموز النهارده هو بطل الليله، بطل الليله بتاعتي هو ايه؟ الموز. اللهم بارك. الموز بقى معايا هقطعه شرايح كده رقيقه جدا جدا، واملى كل الايه اللي التورتايه معايا، اللي هو الجزء اللي انا هعمل منه السرو، هنحط في النص كده، لان احنا هنتني كده بقى. وتشدي الورقه اتني كده دايره، وما تخافيش لو كسرت معاكي مفيش اي مشكله، احنا هنحطها في الفريزر هتتجمد وهتبقى خطيره. ايوه زي ما انت شفتي كده بالظبط. هتلفي الورقه، هعمل معاكي تاني وهتعمليها كده وتدخلي على الفريزر يا اختي، بس يا حبيبتي مفيش اكتر من كده، صعبه. هنلف تاني التانية اهي. هتجيبي كده زي ما انت شايفه، هتلفي من البوزه من الطرف، علشان انا عايزه الطرف الصغير دي، الصينيه دي بتطلع معايا مظبوطه، فانا بحب اعمل بيه الطرف الصغير اهو جوه، واتني واتني واتني.
الطرف الصغير هو للجوه، واتنيها وما تخافيش جدا. وممكن تحطي الورقه جواها وبعدها تشديها، بس الاحسن ان انتي ما تحطيش الورقه. شفتي بقى ما شاء الله، دخلتها الفريزر لمده 4 ساعات وبعدين طلعتها بقت بالشكل التحفه ده. ما شاء الله، احلى ثرو هتاكليه في حياتك، وهيبقى حاجة جميلة وقيمة عندك. اي ضيف هيجي عندك ممكن تعمليها بالكيكة البني برضو، مفيش اي مشكلة. كيكة الشوكولاتة بتبقى خطيرة فيها، بس برققها شوية بقى واعملها قطع صغيرة. انتي ممكن تقطعي الكيكة على 3 مرات او 4 مرات. انا حبيت ان انا اعمل قطعة كبيرة شوية تبقى كأنها قطعة جاتو معايا. تحفة ما شاء الله، بجد بجد. استاهل لايك وشير وكومنت على الفيديو الجميل ده، فيديو عظمة خطير، اللهم بارك، بجد تحفة، هيعجبك جدا. وما تنسينيش في لايك وشير وكومنت حلو منك كده. ايه رأيك بقى؟ بجد بكيكاية واحدة انا عملت كل الكمية دي. هنقطع تاني، شايفين ما شاء الله، بكيكاية واحدة عملت كل قطع الجاتو ده. حد جايلك بقى، بنتك مخطوبة وجايلها عريس، اي حاجة، هتعملي ببيضة واحدة بس كل الحلويات دي، ومعلقتين كريمة كانوا عندي، مع معلقة مربى، طابعين موز، وعدينا الدنيا وعملنا احلى دستة جاتو. شوفي بقى لو انت هتشتري من بره الجاتو هيبقى بقد ايه، والطعم والله اللهم بارك، حكاية خطيرة. شايفين الجمال، شايفين الحلاوة. استاهل لايك وشير وكومنت ولا لا؟ انا بقى بجيبه وبعمل كمية كده، وممكن اعمل 2 واروح جاية حاطة في العلب التلاجة، وحطها عندي في التلاجة. بينفع لو الولاد جعانين في اي وقت، بينفع سناكس، بينفع في لانش بوكس، بينفع ضيوف، اي حاجة. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبي وشفيعي رسول الله محمد. صلوا بقى على النبي، لان الفيديو يستاهل نصلي على النبي. صلوا على النبي، صلي على الحبيب قلبك يطيب، الصلاة على الحبيب مسكا وطيب. خطير بجد بجد بجد، خطير. يا رب يكون عجبكم النهارده الفيديو بتاعنا، والله يستاهل لايك وشير وكومنت حلو منك كده، وكلمة تدعميني بيها، بجد محتاجة دعمكم. شكرا ليكم كتير، كل حبايبي واخواتي اللي بيدعموني، وما تحرمش منكم يا رب. ويا رب دايما اكون عند حسن ظنكم، واكون بقدم لكم حاجة هادفة وتستفيدوا منها. شكرا ليكم كتير.